اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم يا غاليات حنوناتي حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. آه اليوم عندي جبت لكم وصفة تاع السلق. عندي هنا 2 حبات طوماطيش رابيتهم، زدت عليهم 2 سنينات ثوم، ودرت الزيت والملح. عندي كركم، عندي فلفل. ان شاء الله تكونوا بخير يا الغوالي. عندي شوية تاع الكمون، نخلط لي زيبيس مع الطوماطيش ونخليها تتقلى لي شويه. هنا زدت مغرف صغيره ولا نص مغرف تاع طوماطيش مصبره باش تجينا حميمره. شويه عكري حار ولا حلو كما تبغوا، ونخلط. نخلط مليح التوابل مع الطماطيش. وهنا يعني دايره السلق يغلي بعد ما غسلته قطعته، غسلته مليح مليح من التراب تاعو، صفيته في الكسكاس وزدته لاصوص طوماط لاني طيبتها معاكم. ومن جهه نقلي في البطاطا مقطعه ديدي صغار. كما نعرفوا السلق ما يقطعش بزاف، الوغ نعاونو كدير البطاطا وتجي بنينه مع السلق. انا راني نصور بيد على داك اللي ما قدرتش نخلطه مليح. هذه كتتبيره انا درتو للحشا، ان شاء الله نفيدكم به. على بالي بزاف اللي يديروه وكاين اللي ما يعرفوش يديروه. هنا شوفوا كي زدت معاه البطاطا، بقالي البيض، نضرب حبيبات بيض. انا هنا درت 4 حبات وفرغتهم فوق السلق. مشوه كيما هكا باه كاع السلق يتغطى ما بالبيض. هذه الماكله خفيفه وسورتو تندا في الصيف. كما نعرفوا السلق راه كاين كاع الفصول. ونغطوا عليه ونخلوه يطيب. ها هو جيت السلق تاعي، زدت له مصاوة تاع فرماج، واللي عندها الفرماج رابي تزيدو يطيب لنا. فوالا حاجه خفيفه ظريفه. نتمنى نكون فدتكم وتهلاو لي في رواحتكم. سلام.